إن السعادة في معناها الوحيد الممكن هي الصلح بين الظاهر والباطن، هي الصلح بين الإنسان ونفسه. أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست مصر إيجابي. النهاردة هنتكلم عن الدكتور مصطفى محمود، اللي كان واحد من أبرز الشخصيات في مصر والعالم العربي. الدكتور مصطفى محمود كان طبيب وفيلسوف وكاتب، كان بيهتم بالجانب الروحي وبيحاول يجمع ما بين العلم والدين، وده كان باين جدا في كتبه زي الإسلام السياسي والمستقبل ورحلتي من الشك إلى الإيمان، اللي فيهم شرح كتير لأفكاره عن الدين والحياة. كان ليه لمسة خاصة في فهم الدين، مش بس كان بيعرف يشرح الأمور الدينية بطريقة سهلة، لكن كمان كان بيحاول يوصل للناس إن الدين مش بعيد عن العلم. كان بيقول إن العلم ده نور والدين ده نور، والاتنين مع بعض بيضووا الدنيا. وأكتر حاجة كان مشهور بيها برنامج العلم والإيمان، اللي كان بيفتح عيون الناس على حاجات كتير، وطريقة شرحه كانت تخلي الواحد يفهم إن الدين مش حاجة معقدة. دكتور مصطفى محمود كان بيحب يعلم الناس إزاي يفكروا بعقلهم وقلبهم، وإزاي الدين ممكن يكون جزء من الحياة اليومية من غير تعقيدات. ولحد دلوقتي كلامه وبرامجه وكتبه لسه بتأثر فينا وبتعلمنا إزاي نعيش حياتنا بإيمان وعلم. وسنة 1979 بنى مسجده في الجيزة المعروف باسم مسجد مصطفى محمود، وتابع ليه 3 مراكز طبية بتهتم بعلاج ذوي الدخل المحدود، وشكل قوافل للرحمة من 16 طبيب. ده غير إن المسجد بيضم جمعية فلكية ومتحف للجيولوجيا، وأطلق على كويكب اسم مصطفى محمود تكريما ليه. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، وانتظرونا في حلقة جديدة.